السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناة، وعيد أضحى مبارك سعيد. وحيت العيد قريب جبت لكم 4 الأنواع ديال الشلايض، كيجيو خفاف وكيجيو زوينين وساهلين هكا نرافقوا بهم العيد. ودابا في الصيف كيجيو منعشين. فعلى بركة الله، الأولى كنحتاجو فيها حبة ديال الخيار وش حبات ديال المطيشة وريقات ديال الخس. والثانية كنحتاجو فيها جوج حبات ديال الخيزو وش حبات ديال البطاطا. الثالثه كنحتاجو فيها حبه ديال الباربه وحبه ديال البصله كترافقهم كاملين. والرابعه كنحتاجو فيها انواع ديال الفلافل. فعلى بركه الله، من بعد ما كنقشر الخضره ديالي وكنغسلها كنسقطرها، خديت الباربه، قطعتها دواور وفولتها. فانا كنفضل انني نفول الخضره على انني نسلقها باش يبقاو فيها لي فيتامين ديالها وكتجي بنينه. وخديت خيزو وقطعته بهذه الطريقه هذه، على شكل مربعات. فبالنسبه للتقطاع ممكن تقطعوا بالشكل اللي بغيتو بالطريقه اللي بغيتو. فكيف ما قلت لكم خليت الباربه ديالي تبرد على جنب، وخديت خيزو ودرتو في الكسكاس ودرتو يفور. فغنخليه حتى يطيب شويه، عاد غنضيف عليه بطاطا على بال ما قطعتها. فكنقطع حتى بطاطا مربعات، وملي كنحس بخيزو طاب شويه كيف ما قلت لكم كنضيف عليه بطاطا وكنغطي عليهم ونخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم، ما تياخذوش وقت كتير. وكناخذ الشلاضه الثانيه اللي هي ديال المطيشه والخس والخيار وكنقطعهم بهذه الطريقه هذه. وفي نفس الوقت راه حتى الفلفله ديالي شويتها وغسلتها مزيان وسقطلتها. فغنكمل التقطاع ديال الشلاضه الثانيه، ومن بعد راه غندوز باش نقطع الشلايض الاخرين اللي باقيين ليا. كيف ما قلت لكم الفلفله كنخليوها تسقطر مزيان باش ما يبقاش فيها داك الماء من بعد ما كنغسلوها، باش ما تجيناش هذيك الشلاضه فيها الماء ديال الفلفله. والباربه من بعد ما بردات قطعتها حتى هي مربعات. والشلاضه اللي قطعناها كندخلوها للثلاجه باش تبقى لينا بارده. كناخذ نص ديال البصله ديالي، البصله هنايا حمراء، فكنحاول ناخذ غير القياس اللي غنحتاج. الا كنت كنبغي البصله راه غنديرها في الشليض كاملين، فانا هنا غنديرها في الشليض كاملين. الا كنت ما كنبغيهاش راه ممكن نديرها في نوع ونوع ما نديرش فيه. فكنحاول نشلضها مزيان قد ما شلضتها مزيان ورققتها ما كتجيش باينه وما كتجيش كنقولوا كتغرزز لينا في سناننا. فكنحاولوا نشلضوها مزيان باش ما نحسوش بها ملي نكونوا كناكلوا فيها. وكنكمل البصيله ديالي في التقطاع وكنحطها على جنب، وكندوز كناخذ الفلافل ديالي وكنقطعهم حتى هما مربعات بهذه الطريقه هذه. راه هاد الشلاضه كتجي زوينه وكتجي رائعه وكتجي بارده ومنعشه هكا نرافقوا بها اللحم ديالنا في العيد. وحتى في المناسبات اولا كانوا الضياف اولا العائله راها كتجي زوينه وكتجي كيف قلت لكم بارده. دابا الصيف كنحتاجوا لشي حاجه اللي تكون بارده واللي تكون زوينه وفي المتناول. فغنكملوا الفلافل ديالنا في التقطاع وحتى هما غندخلهم الثلاجه. يعني اللي قطعتها الشلاضه، النوع ديال الشلاضه اللي قطعته كنديرو في الثلاجه. فكندوز كناخذ المكونات اللي غادا نسم بهم الشلاضه ديالي. فالاولى ديال الثانيه عفوا ديال خيزو وبطاطا، من بعد ما فورتها دخلتها للثلاجه حتى بردات. فكنضيف ليها واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. انا ما كنقويش الملحه، كندير غير شويه فكيبقى على حسب الذوق. وشويه ديال عصير الحامض وشويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين وشويه ديال الثوم ومعلقه كبيره ديال المايونيز. وكنحرك الشلاضه ديالي مزيان. وكنضيف ايضا حتى شويه ديال البصله وواحد البيضه مسلوقه. قلت لكم كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال البصله وكناخذ هذيك البيضه وكنحكها بهذه الطريقه هذه حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين للشلاضه ديالي. هاد الاولى كتجي زوينه، الثانيه عفوا هذه الثانيه كتجي زوينه وكتجي رائعه وكتجي معلكه بهذيك المايونيز وبهذاك الطون. فكنخلطها بهذه الطريقه هذه وكنخليها على جنب تكمل في البروديه ديالها حتى كنبغي نحطها. كندوز الشلاضه الثانيه اللي فيها مطيشه والخيار والخس، كنضيف ليها حتى هي واحد المعلقه ديال البصله وواحد المعلقه صغيره ديال القزبر ومعدنوس وعصير الحامض، شويه الملح شويه الابزار. وكنخلطها حتى هي مزيان وواحد شويه
ديال الزيت العود عفوا، وكنخلط الشلاضه ديالي وكنخليها على جنب. كناخذ ايضا الشلاضه الثالثه ديال الفلافل، كنضيف ايضا القزبر والمعدنوس والبصله وشويه الابزار وشويه الملحه وحتى عصيره الحامض. وهنا ضفت ليها شويه الكمون لحقاش الكمون كيتواتى مع الفلفله. فبالنسبه للبصله كيف قلت لكم الا بغيتو ما ديروهاش في الشلايض كاملين راه ممكن ما ديروهاش. وضفت ايضا واحد شويه الزيت وكنخليها تبرد. وكناخذ الشلاضه الاخرى اللي هي الباربه اللي هي لابعه، وكنضيف ليها ايضا القزبر والمعدنوس والبصله وعصيره الحامض والملح والابزار. وكنخلط الشلاضه ديالي مزيان وكنخليها على جنب حتى كندوز باش كنقدمها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشلايض ديالنا، كيجيو خفاف ورائعين وزوينين. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد وشهية طيبة وبصحة وراحة.